السلام عليكم، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وتكونوا كامل في صحة جيدة، في أحسن الأحوال، فرحانات، مطمئنات. مرحبا بكم حبوبات فيديو جديد وروتين جديد. وقبل ما نبداوها نحبكم تصليو كامل على الحبيب المصطفى عليه أفضل صلاة وسلام، كما نحبكم تترحموا على ميمتي وجميع الموتى المسلمين. ربي يرحمهم إن شاء الله ويغفر لهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة بجوار حبيبه المصطفى، آمين يا رب العالمين. الوغ حبيباتي، اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد وروتين جديد، وهذا الروتين اللي بزاف من الاخوات يحبوها واللي هي روتينات في دار ميمتي ربي يرحمها. دونك راح ندير معكم روتين صباحي خفيف ظريف هكا باش ما نغيبش عليكم وباش ما نطولش الغيبه. وقبل ما نبداوها نقول لكم حبوباتي ما تزابيوش لا فيديو، تبعوها للاخير. وقبل ما تبداوها ما تنساونيش بهذاك الجيم والكومونتير الحلو كيما نتوما. وكيما نحب نرحب بكامل المشتركات اللي انضموا لينا جدد، نقول لكم مرحبا بكم حبوباتي، شرفتوني وشرفتوا القناه داركم وانا ضيفه عندكم. بلا ما ننساكم نتوما حبيباتي على كامل التعليقات اللي خليتوهم لي في الفيديو اللي قبل هذا. نقول لكم ربي يحفظكم ان شاء الله ويسال عليكم الخير. بالنسبه يعني الاخوات اللي كامل سلمي لي على باباك، نقول لكم راهم مسلم عليكم كامل. هنا حبيباتي كون نص الصباح حطيت هذوك الحبيبات تاع الكاطو، جابتهم لي مرت خويا اللي كثر مني، يعني قسمتي تاع الكاطو كانت جابتها لي، ربي يحفظها ان شاء الله ويعطيها صحيحتها ان شاء الله ويصلح لها في وليداتها. دونك حطيتها، صبيت الحليب تاعي، فطرت. وكنت ديجا كانوا عندي ضياف، يعني نهار قبل كما شاركت معكم كانت جات مرت خالي وجاو نسا خاوتي. دونك غسلت الماعن في الليل وما فرستهمش كما كنتو تشوفوا، كانوا محطوطين فوق البوطاجي. كنت نقيت الخضره اللي راح ندير بها الغدا وجيت لهنا الكويزينيير كانت حالتها حاله، يعني صراحه في الليل غلبت خليتها كيما راهي ما مسيتهاش. الصباح من بعد ما فطرت درت لها لهنا البنات فورس اكسبريس لو طون اللي نفرز انا هذوك المينات ومن بعد نحكها. شوفوا هذا الكويزينيير البنات كان درت بها ميمتي ربي يرحمها الدار، وعمرها هاد الكويزينيير حوالي هكاكا البنات 43 سنة على ما أظن، يعني عمر خويا الكبير اللي زايد في 82، يعني زايد في 82. وشوفوا الله يبارك تالمو ميمتي كانت تحافظ على حوايجها. قعدت كيما راهي. هنا درت لها شويه نتاع فورس اكسبريس وحكيتها بالخزم تاع الحديد. راح تقول لي ام شهاب راح تخسر معاك كي تحكيها بهذا الخزم. نقول لكم فيها هذوك ليطاج كوم بابا دار لها واحد النهار يا البنات سبريتسال، دونك درت شويه هكا نتاع حروشيه لازم تتحك. حكيتها البنات، مسحتها، رجعت لها الكرياج نتاعها. كنت زدت رحت يعني حكيت لها الجوانب نتاعها كانت في حاله بليدامات. تعرفوا يعني قلت لكم ديما خدمه الرجال ماشي كيما خدمه المراه يعني تنقي الشوك تنحي ليدامات، مي هما يخدموا هكاكا الفوق. ايا قلت بما انه درت لها الفورس اكسبريس نكمل نحكها كامل مام مع جوانب الكزازه تاعها. حكيتها كامل يا البنات، ما شاركتش معكم هكا باش لا فيديو تاعي ما تجيش بزاف طويله. وكيما تعرفوا ديما نقول لكم يعني التصوير يحكم اليد، دونك راح نتعطل. هنا حبيبتي مسحتها هاي لكم وحكيتها ومسحتها بطبة برك، يعني ما حبيتش ندير لها الماء باش هكا ما تخسر. شوفوا هنا يعني كان خسرها بابا دالها سبريتسال كوم ما يعرفش، دونك دارت شويه البنات تقرقشت. مسحتها ورجعت لها يعني حويجاتها. شوفوا يعني حاجة بكري الله يبارك، يعني قعدت على حالها. دوك الكويزينيير تاع درك كون يدير لها سبريسال راح تثقب يا البنات في النص. دونك شوفوا هنا هاي ليكم كيف ما خرجت تشعل شعير. ورحت مباشرة راح نوجد الغداء. راح تقولوا لي يا ام شهاب من جيتي وانتي تطيبي في العجاجن. دونك كي نجي البنات نحاول اني نطيب البابا واش راهو ساخف، سيرتو هاد الماكل التقليديين اللي ما يطيبهمش كيما شخشوخة مرزايم كيما هكا العيش المحجوبه، هذو كل نحب نطيبهم له باسكو ما يعرفش يطيبهم. وكانت سقساتني واحد المشتركه قالت لي يا ام شهاب كيف ما باباك يعرف يطيب حبيت نفهم. دونك من بكري خلاص البنات كي كان مع ميمتي ربي يرحمها كان سيرتو كي مرضت العوام الاخرى يدخل معها الكوزينه ويعاونها، فتعلم يعني الطياب كما يقول الزوج تاعي على طرف بصلو لي زيبيس ماهوش واعر، اللي يحب يتعلم. ايا نط لهنا الله يبارك. شوفوا البنات درت كونتيتي نتاع عيش، يعني راح ندير غدا وعشاء. كوم اليوم ثاني جاييني نسا خاوتي راح نروحوا نطلوا على عمتي ربي يحفظها. فنقول لكم ديما البنات دعواتكم لها بالشفاء العاجل. قعدت غير انا ونسا خاوتي الاخرين اللي ما رحناش نطلوا عليها، كانوا يستناو فيا حتى يعني نجي ونروحوا كامل مع بعضنا. هنا تفتفت العيش نتاعي ورجعت للفريجيدار اللي لقيته، يعني الله المستعان حالته
حالة. شوفوا هنا البنات يعني كيف ما لقيتو كوم كان يعني في رمضان ما ينقضوش خلاه، أيا قلت نفرغوا كامل بما أنه يعني غدايا راهو يطيب، الدنيا كانت نضيفة يعني ما سيقتهاش البنات، باسكو ويلا سيقت راح نقعد يعني مع السياق وما نديرش حاجة واحدة أخرى. أي حبيباتي كنت فرغتو غسلتو كامل، درت شوية تاع إيزيس وجافيل، راح تقولوا لي أمشيها بالجافيل يصفر، مي لازم نديرلو الجافيل، درتلو الجافيل وحكيتو. شوفوا هذوك الخطوط اللي راكم تشوفوا فيهم الكحول يا البنات ما بغاوش يتنحاو لي، ففرزت الحوايج الكل اللي طيشوا كنت طيشتهم، وحوايج اللي مازالوا يعني صالحين للاستعمال خليتهم. رجعت لهنا هذيك الباطه فيها سلطه، الزيتون، الخضره تاعو فرزتها لي لقيتها فاسده رميتها، واللي مازالت يعني جديده خليتها. وهكا كنت مسحتو كامل، درت حتى الكونجيلاتور، رجعت كامل الحوايج قلت نبروفيتي اليوم ندير الفريجيدار، كل يوم يعني ندير حاجة نقص حاجة زوج، باه يعني من بعد ندير هذاك التنظيف العميق للدار كومبلي. فهنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا كنت درت اليوم الفريجيدار والكويزينيير، وكم قلت لكم رانا خارجين يعني راح يجيو نسا خاوتي ونخرجوا نروحوا نطلوا على عمتي الكبيره، دعواتكم ليها كامل كامل بالشفاء العاجل، ربي ان شاء الله يشافيها ويشافي جميع المرضى المسلمين. ودعواتكم لجارتنا كانت يعني عشرة زمان بكري البنات وهي تسكن تحتنا خالتي سميه، دعواتكم لها بالشفاء حتى هي راهي مريضة، إن شاء الله ربي يشافيهم كامل ويشافي جميع المرضى المسلمين إن شاء الله يا رب. أنا حبيباتي كنت جوزت له هكا غسلة خفيفة، ومن بعد مسحته وغدايا راهو يطيب. ويعني كيما قلت لكم الدار ما كنتش سيقتها، جوست ما كنست وسيقت غير الكولوار والكوزينه، هذا مكان باش هكا قلت لكم نقص بالحاجه بالحاجه، لكن حليت الحله تاع السياق والغسيل يا البنات راح يتلم كلش مع بعضه، فقلت خلي قبل ما نروح بنهار ولا نهارين ندير هذيك التنظيفات العميقه وندور على كامل الشبكه. هنا كنت كملت الفريجيدار، غسلته مسحته نقيته ورجعت لغدايا. كنت لهنا البنات من بعد ما مرقت كان طاب هذاك الفول، الحمص كان طايب، لحت لهنا البطاطا تاعي طيب، لحت هذاك الماء تاعو هذا مكان. هنا كنت لحت العيش راهو يغلي، جاو نساء اخاوتي تلمينا كامل، تغدينا من بعديك خلينا الولاد البابا دينا كل وحده يعني دات واحد واحد، والكبار خليناهم البابا يهبلوه شويه ويعمروا عليه الدار، له شويه راسو، فهربنا احنا هزينا غير واحد واحد انا نساو خاوتي ورحنا. وهنا كنا وصلنا لدار عمتي، لقينا بناتها كل تلمينا وعدات واحد العشيه من اروع ما يكون. أنا حبيت هكا نصور لكم مقتطفات برك باه هكا يعني نبدلوا شوية الروتينات. شوفوا دار عمتي عندي زمان ما رحت لهاش، من آخر خطرة رحت لها أنا وميمتي ربي يرحمها. شوفوا البنات كنت كي نجي هكا لباتنا ما كانش خرجة نخرجها وحدي، يعني ديما نخرج مع ميمتي ربي يرحمها، فكي نبغي هكا نروح سوا لعماتي ولا لمرت خالي، صدقوني أنا مرت خالي من نهار توفات أمي ما دخلت لهاش، تجيني يعني كبيرة، فرحت وهنا عميمتي كانت تفكرت ما ربي يرحمها دارت حالة بالبكا، غير مريضة يعني وما لازملهاش البكا، دارت حالة قالت لي تفكرتها كانت كي تسمع بيا مريضة هي أول من يجيني. هنا تقهوينا يعني حطوا من كل خير كيما راكم تشوفوا كثر خيرهم وربي يحفظهم إن شاء الله، وربي يشفي لهم ميمتكم، دعواتكم ليها البنات كامل بالشفاء. الأم يعني حاجة ما تعوضها، سيرتو اللي مكيوس واللي يحس باش راني نهضر راح يحس بيا يعني، فكي نشوفهم هكا يبكيو على امهم نحس بيهم، خاطر انا عديت على هذا الشيء. فربي يطول ان شاء الله في عمرها ويخليها تاج فوق راسهم ويقعدوا يشموا فيها الريحه. نقول لكم ديما البنات اللي عندهم والديهم يحاولوا يشبعوا بهم يزوروهم لو ماكس، باسكو نهار يروحوا راح تندموا على كل لحظه ما فوتوهاش معاهم. قلت لكم البنات يعني تقهوينا ما طولناش ياسر، باسكو بابا قلت لكم كان حاكم الولاد وداروا فيه رايهم، يعني الشي اللي ما داروهش وحنا معاهم داروه معاه. كون بابا يعني البنات عاقل
وما يحبش لا يعيط عليهم ولا يضربهم، خلاهم داروا رايهم روّحنا لقينا الدار حالتها حالة. قُلت لهم هنا من بعد ما تقهوينا كانوا حطوا الجو والديسير، يعني قاموا بنا كثّر خيرهم، مالغري يعني والله يا البنات قاعدة الدنيا وما فيها، هاذو كامل زيادات، وهذه هاي ليكم عميمتي يعني ولات على نص الحالة، كشفتها درت حالة بالبكا. إن شاء الله ربي يشافيها إن شاء الله، وربي يطوّل في عمرها، والله لا يبتلي مؤمن. دونك هنا حبيباتي نكون وصلت لنهاية الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، فنقول لكم ما تنساوهاش بالدعاء، لعل يعني وحدة فيكم دعائها يكون مستجاب. نقول لكم نتمنى أنها لا فيديو كانت خفيفة ظريفة على قلوبكم، نتمنى أنها نالت إعجابكم. ولا عجبتكم حبيباتي نقول لكم ما تنساونيش بهذاك الجيم والكومنتير الحلو كيما نتوما. ولأول مرة تشوف قناتي نقول لك حبيبتي قبل ما تخرجي منها ما تنسيش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس يصلك جديد القناة. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وستناوني في فيديوهات جديدة. سلام.